مع عدم وجود حلول قريبة للأزمة السورية الراهنة وانعكاساتها الخطيرة من الحصار الخانق والأحوال المعيشية المتردية للمواطنين وتفاقم الأوضاع الإنسانية في كافة مجالات الحياة ومن ضمنها الواقع الصحي المتردي والتي تأثرت بالأزمة أكثر من غيرها نتيجة هجرة قسم كبير من الكوادر الطبية إلى الخارج. وقد صرح الدكتور الصيدلاني أنس جميل محمود: هجرة الأطباء بشكل عام له تأثير كبير على الساحة، خاصة انه راح يسوي فراغ كبير، انه ما في اي كادر طبي، وهالشي بده يشكل المشكلة انه يعاني العالم انه سفر ما سفر لمدن تانية وما في مواصلات وما في اي امان. والسبب الاساسي كمان لهالهجرة انه ما في اي امن وامان. الطبيب ايش يدور انه يكون في استقرار نفسي واقتصادي. هاي الهجرة بالكم الكبير اللي عم يهاجروا فيه غلط كبير، انه هالفراغ كمان انه يعود تأثيره على المرضى، والمرضى خاصة مرضى القلب ومرضى امراض الكبيرة مثل السرطانات ما سرطانات. وغلط كبير انه يفضوا الساحة، حيث تعتبر نسبة الأطباء في سوريا إلى مجموع السكان عالية عالميا، حيث أن معدل عدد الأطباء البشريين 15.1 لكل 100,000 نسمة و7.8 طبيب أسنان لكل 100,000 نسمة. وتعتبر سوريا من الدول المصدرة للأطباء في سوق العمل، وبخاصة إلى دول الخليج العربي وبدرجة أقل للغرب. ومن جهة ثانية صرح الدكتور حسن محمود عيسى بشأن هجرة الأطباء وانعكاساتها على الوضع الصحي. منذ بداية الثورة السورية وبالأخص في روج آفا خلقت الكثير من المشاكل للأطباء، ومن أهم المشاكل هي خطف الأطباء واستهدافهم من قبل العصابات التي تطالب المال مقابل إطلاق سراحهم. في هذه الأيام يجب على الأطباء عدم ترك بلادهم، لأن البلاد بأمس الحاجة لمساعداتهم الطبية في هذا الوقت العصيب، ويجب تقديم المساعدة لمن يطلب. وهنا أدعو جميع الأطباء الذين غادروا روج آفا بالعودة إلى وطنهم والعودة إلى أهلهم، لأنهم بأمس الحاجة من أي شخص آخر. الوطن أجمل بكثير من بلاد الغربة. سابقا كانت هجرة الكفاءات العلمية ناتجة في بعض الأحيان عن عدم توفر فرص العمل الكافية في البلاد لكل أبناء سوريا، ولكن في ظل الأزمة المستمرة وما خلقته من تهديد لحياة هذه الكفاءات، حيث تعرضوا للقتل والاختطاف قسرا والحد من فرص عملها، تلفت المبررات لتأخذ مسارا أقوى نحو الزيادة في نسبة هذه الهجرة. ومن جهة أخرى يعتبر الأطباء من الطبقة الراقية التي تبحث دائما عن الأمان والوضع الاقتصادي الملائم. وأوضحت مصادر أن عدد الأطباء الكرد السوريون المهاجرون إلى إقليم كردستان العراق منذ 19 الشهر السابع من عام 2012 يزيد عن 200 طبيب من مختلف الاختصاصات الحيوية والمؤثرة على صحة وحياة السكان، يمارسون مهنهم في مختلف مشافي إقليم كردستان. هوزان ولو، راديو دنجي زلال.